تابعت معظم اللقاءات اللي عملها لعيبة المنتخب لما رجعوا من كأس العالم، ولفت نظري لقاء واحد بس بصراحة أثر فيا جدا. تعالوا نسمع مع بعض زيكو قال إيه مع عمرو أديب. كنت بنام في الشارع واصحى وانا في الشارع بروح الجامعة استحمى واروح التمرين وارجع اكمل شغل في الشارع. ومرينا بحاجات كتير صعبة. احنا كان بيجي علينا اوقات في اليوم احنا ما كناش بيبقى معانا فلوس ناكل. كنا بنبيع اللبس عشان نجيب اكل في البيت وناكل وكده. فابتدينا ان احنا انا واخويا كل واحد يشتغل في الكورة بتاعته، والقبض اللي بياخده على القبض اللي بناخده اللي انا باخده. كان ساعتها حوالي 800 جنيه، وهو كان بياخد حوالي 2000 ونص عشان كان بيلعب فوق في الدرجة الأولى، فكان حوالي 3000 وشوية. وكنا بناكل ونشرب ومبسوطين وبتاع وبنسدد الفلوس علينا، كان علينا حوالي 100,000 أو 90,000. بصراحة مفيش كلام يتقال بعد الكلام اللي قاله زيكو. خلينا دايما نقول الكورة دايما لعبة الفقراء، وطول عمرها في العالم معروفة كده. يعني كام واحد في العالم من أسرة مقتدرة بيلعب كورة في مستوى عالي؟ ناس قليلة جدا. بتبقى سبحان الله ربنا بيبقى مدي الواحد موهبة معينة. بس اللي زيكو مر بيه ده عشان تقدر تقولي ان هو في كاس عالم 2026 هيبقى واحد من احسن لعيبة منتخب مصر في كاس العالم، هيجيب جونين منهم جون في الارجنتين، وبيعمل اسيست في ماتش نيوزيلندا. خدوا بالكم احسن اداء هجومي في منتخب مصر في كاس العالم، لان هو عمل جونين وعمل اسيست. فاللي زيكو عمله ده اعجاز وكرم من ربنا سبحانه وتعالى. ولو بعد حين ان انت تفضل توصل في كاريرك لحد هذه اللحظة عندك 29 سنة، وتمر بهذه الازمات وبهذه الاحداث، وعمرك ما رحت منتخب مصر وعمرك ما لعبت منتخبات، وتيجي في كاس العالم سبحان الله ربنا يكتبها لك من واسع، ويرزقك بمدرب زي حسام حسن عنده عين حلوه يختارك ويثق فيك ويدي لك الثقه دي. وبعد كل الظروف الصعبه اللي انت مريت بيها انت واهلك. خدوا بالكم هو حال زيكو، هو مش زيكو بس، هو زيكو يمثل نسبه كبيره جدا وطبقه كبيره جدا يا جماعه بتمر بنفس الظروف. بس سبحان الله في ناس ربنا بيكرمها وفي ناس ما بيحالفهاش التوفيق يعني. لكن خلينا نقول كان دايما مثلا محمد صلاح بنقول عليه ان هو قصه ملهمه، ان هو طفل صغير طالع من قريه صغيره في نجريج وبيروح ويجي. قصه زيكو ما تقلش اهميه عن قصه صلاح. الراجل دوت يعني بالظروف اللي هو مر بيها ده، بالوضع اللي هو مر بيه ده، ظروف مؤلمه جدا. وانا متاكد مليون في الميه ان في زي زيكو الاف بل ملايين. عايزكم تسيبوا لي بقى رايكم في الكومنتات. اللي زي زيكو دول هنقدر ان احنا نكتشفهم ازاي؟ ايه هو الدور اللي موجود علينا الفتره الجايه عشان كل المواهب دي وكل الناس اللي عندها فرصه ان هي تصنع تاريخ تاخد بس على الاقل فرصتها؟ خدوا بالكم هو زيكو ما كانش محتاج اكتر من فرصه.